ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، تكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. مرتين بمناسبة عيد الأم وبمناسبة كمان رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، يعود علينا الأيام بخير. النهاردة بقى الكلام ده كان بقاله يومين بالظبط، مش اتأخرت عليكم ولا حاجة. بس والله العظيم أنا في ضغط جامد جدا. يعني بالنسبة لي ضغط كتير كتير قوي 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 عليا. فالمهم ما علينا. رحت كده عند ماما فرحت عند ماما كان يوم الخميس اللي فات، افتكرت كان يوم الخميس اللي فات. بسطتها بحاجة بسيطة خالص، يعني حبيت افرح امي بحاجة بسيطة قوي هي طبعا بتحبها. بقى انا ما جبتش عيد ام السنة دي لاني ماما عارفة الظروف عندي كانت عاملة ازاي. وكده كده ماما ما بتستناش مننا اي حاجة، ودايما تقول لنا ما تجيبوش حاجة ولا تكلفوا نفسكم. فعايزه اقول لها في خلال الفيديو دوت كل سنه وانت طيبه يا ماما، وكل عيد ام وانتي معانا دايماً وماليه كده حياتنا يا بيتنا رب، مفتوح بحسك انتي وبابا. فبس كده ده اللي انا جبته لها، جبت لها فرع نور تعلقه كده زينه في البلكونه، وحاجه بسيطه خالص مش من قيمتها ابدا، مش من قيمه ماما خالص. بس اقل حاجه بتبسط البني ادم وترضيه، وهي اتبسطت بيه جدا جدا جدا. والله العظيم ما تعرفوش كانت مبسوطه بيه قد ايه وفرحانه بيه قد ايه، وده اللي فرحني ان هي فرحانه. وجبت بقى لاولاد اخواتي فوانيس من اللي هي الصغننه اللي بتنور دي، وكانوا مبسوطين بيها قوي قوي قوي. وبص طايرين من فرحه وعجبهم اول فوانيس. هم صغيرين بس اقل حاجه بتراضي العيل وبتبسطه. وزي ما انتم شايفين كده صوفي حبيب قلبي كان بعمل يحضني ويبوسني، ربنا يخليهم ليا ويخليني ليهم وبس كده. وعايزه اقول لهم برضه كل سنه وهم طيبين. وعلقت الزينة لماما، شايفين النور بقى حلو ازاي؟ هي كان عندها فرع في البلكونة، كان عندها نور قديم بس فرع صغير وازاي ده، يعني فرع صغير. فانا حبيت اجيب لها واحد كبير يملى البلكونة، واخد البلكونة من الجناب ومن وش البلكونة، يعني داير ما يدور الحبال كده، لفته لها على الحبال كلها. فشايفين شكله حلو قد ايه، وهي كانت مبسوطه بيه قوي قوي، قعدت تحضني وتبوسني. والله العظيم انبساطها دوت فرحني قوي قوي قوي، بمليون هديه كنت هجيبها لها بصراحه. يعني ربنا يخليها لنا يا ربي. بنترضى من اقل حاجه، الحمد لله الحمد لله، نعمه وفضل من عند ربنا. طبعا فرع النور ده بيتقلي بكام شكل، بس انا كنت ظبطهولها على الشكل دوت. الفرع النور ده كنت جايبه منه اول سنه جواز، يعني اول رمضان جه عليا وانا متجوزه. كنت جايبه واحد زيه بالظبط في البلكونه عندي، وكنت عاملاه برضك بنفس الموجه دي كده، كنت عاملاه بنفس الشكل بالظبط. فعملته لها زيه بالظبط. بابا وجوزي برضك كانوا بيساعدوني فيه وانا بعلقه. تعالوا بقى نشوف بقى احنا رحنا فين. طبعا بقى ده كان تاني يوم او بعديها بيوم، مش عارفه فوتت يوم، فوتت الجمعه ما روحتش عندنا. انا كنت عندنا الخميس، فوتت يوم الجمعه ما روحتش عندنا. يوم السبت طبعا بابا بعتنا وسط البلد، واللي عايز يروح وسط البلد ما يروحش وسط البلد خالص، لاني بصوا زي ما انتم شايفين كده كانت زحمه. وانا صورتها لكم عشان اوريكم، بصراحه ما كنتش هصور. آه بس مش عارفه، ما علينا. المهم التصوير جه يعني كده بالصدفه. آه وبس بابا بعدنا بقى وسط البلد عشان خاطر، يعني شوفوا بقى لما يعني انا عملت ايه يوم الخميس. فبابا فاجئني برضك مفاجأة حلوة، يعني انا فاجئتهم بحاجة بسيطة جدا جدا جدا، هما بسطوني بحاجة كبيرة. لقيت بابا بيقول لي يوم السبت اعملي حسابك ان انت هتروحي وسط البلد عشان تجيبي لك عباية من هناك، يعني هيديني فلوس اجيب لي عبايه اللي انا عايزاها، يعني انقي العبايه اللي انا عايزاها. فهو هيبعتنا وسط البلد عشان خاطر احنا عارفين المكاتب اللي بتبيع العبايات حلوه يعني. وطبعا بقى ماما كانت جايه معايا، واختي كمان كان مديها تجيب عبايه ليها، ومرات اخويا برضك عبايه ليها، فمدي لكل واحد يجيب العبايه اللي هو عايزها. ربنا يخليهولنا يا رب. هو حب يبسطنا، وكل سنه بصراحه بيطلع لنا كده بمفاجاه يبسطنا بيها بصراحه يعني. هو دايما بابا كده اللي في ايده وش ليه، ودايما كرمنا وبسطنا. وطبعا احنا واخدين برضك الحتة دي منه. طبعا بقى بعد ما رحنا وسط البلد واحنا مبسوطين وكلنا انبساط بقى ان احنا نجيب عبايات بقى وايه وهندلع نفسنا، قلنا يا ريتنا ما كنا رحنا ولا جينا.
والله العظيم زي ما بقولكوا كده زحمة موت موت موت، يعني مش عارفة ايه ده. كل الناس كده بتفكر زينا، يعني بابا قال لنا روحوا قبل رمضان والدنيا رايقة كده، روحوا قبل رمضان عشان تجيبوا العبايات اللي انتوا عايزينها والدنيا لسه رايقة. فالظاهر كل الناس بتفكر التفكير اللي بابا بيفكره كده، ان اللي هيروح في الوقت دوت هيعرف يجيب اللي هو عايزه والدنيا رايقة. بس اما رحنا لقينا عكس كده، زي ما انتم شايفين كده كانت زحمة موت وكله على بعضه. يا نهار ابيض، احنا بصوا اتعجلنا وما جبناش اي حاجة. يعني زي ما رحنا زي ما جينا، يعني ما جبناش اي حاجة، ما جبناش اي حاجة يعني من العبايات. يعني احنا رحنا عشان نجيب عبايات، رايحين العبايات مخصوص اصلا، ما جبناش ولا عباية ولا اي حد عجبه اصلا اي حاجة هناك. العبايات كانت هناك موديلتها، يعني احنا عارفين كم مكتب بيبيع عبايات لوكسيات، لان احنا كنا شغالين في العبايات قبل كده اللوكسيات بس، فعارفين كم مكتب بيبيع عبايات حلوه. زي ما شايفين الزحمه قد ايه. غموا عينيكوا، اللي عايز يروح وسط البلد ما يروحش، الدنيا زحمه موت هناك. فالمهم ما رحنا بقى المكاتب اللي احنا رحناها، كانوا خلصوا الموديلات اللي هي الجديده، يعني الموديلات الجديده كلها خلصت. فما جبناش بقى، ما عجبناش حاجه، لقينا الموديلات هناك مش عجبانا والدنيا زحمه، فخدنا بعضنا وجينا. بس جبت ايه بقى؟ هقولكوا بقى جبت ايه من هناك، بس حاجة مش تخصني انا، بس كان يعني كنا محتاجينها بصراحة. يعني تعالوا بقى اقولكوا جبنا ايه. انا حمدت ربنا ان انا ما كنتش واخده العيال معايا، عيالي لو كانوا معايا كان زمانهم متعجنوا او جيت من غيرهم. انا كنت سايبه عيالي عند مرات اخويا، هي قالت لي سيبيهم عشان هي ما كانتش هتروح، واحنا كنا هنجيب لها على ذوقنا. هي قالت انا مش هروح، هاتولي عبايه على ذوقكم، انتوا ذوقكم حلو في العبايات، هاتولي عبايه على ذوقكم وسيبيلي العيال وكده. وعيال اختي كانوا عند بابا في الشقه نايمين. تمام. تعالوا بقى نشوف جبت ايه. جوزي بقى كان قايل لي على هدوم داخليه، وقلت ادام انا هناك بالمره وما جبتش حاجه وما استنفعتش باي حاجه، فاجيب له هدوم بيضه من هناك وبتبقى بسعر الجمله. ده عثمان الاصلي، هو احلى نوعين، عثمان الاصلي وكوتونيل، دول احلى حاجه في الهدوم البيضه عامه يعني. بس كده، واستنوا فيديو جديد. سلام.